وياك نتونس مع فطور وسحور رمضان، ده جمال ضيوفه وفرح وكل بيوت السودان. الفرحة حتسعد كل قلوب كل الصايمين، وال30 يوم كل الناس فيهم مبسوطين. ونور على النار ونور على النار ونور على النار، 30 يوم فرحانين من القلب. وياك نتونس ويا فطور وسحور رمضان، ده جمال ضيوفه وفرح وكل بيوت السودان. الفرحة حتسعد كل قلوب كل الصايمين، وال30 يوم كل الناس فيهم مبسوطين. ونور على النار ونور على النار ونور على النار، 30 يوم فرحانين من القلب. قدرة مفروكة وكسرة ويا ملاح، تقلية وشوربة ولحمة في الأفراح. ونور على النار ونور على النار ونور على النار، 30 يوم فرحانين من القلب. الفرحة حتسعد كل قلوب كل الصايمين، وال30 يوم كل الناس فيهم مبسوطين. ونور على النار ونور على النار ونور على النار، 30 يوم فرحانين من القلب. كونوا عنا فرحتنا من القلب. مع أحلى أكلاتنا في رمضان ومرقة كنور بمكونات الطبيعية في كل بيوت السودان. طيب حتعملي لينا شنو في الفطور مع كنور؟ أعملي أحلى سمبوكسة بمكعب مرقة كنور، وضيفي المرقة على التقلية وذوقي أجمل طعم. يا سلام على الدجاج، جربيها وما حتخليها. كنور من الفطور للسحور. عزيزي المشاهد، رمضان كريم. الليلة في مطبخنا فنانة كوميدية ممثلة مصرية محبوبة جدا جدا لدى جمهور السينما، وحقيقة نحن سعداء جدا إن تكون الليلة في مطبخنا ده. نحن الليلة معانا الفنانة هالة فاخر. اهلا بك يا استاذه. اهلا يا فندم. ان شاء الله كويسه. الحمد لله رب العالمين، كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك، شرفتينا جدا. ربنا يخليك، انا اللي متشرفه بيكم والله، وباهل السودان الجمال الطيبين. اول مره تزوري السودان؟ ايوه. يا سلام، ان شاء الله مش اخر مره. لا مش اخر مره بجد ان شاء الله. والله لما فيها نحن سعداء بك جدا. ربنا يخليك. اسعدتينا جدا واضحكتينا جدا في كثير من المسرحيات والاعمال الكوميديه بخفه دمك ونكدت عليكم برضو في شويه مسلسلات. شغلتينا كده حبه لكن يعني. ايوه. نحن سعداء. هالة فاخر، هل هي بتحب الاكل الفاخر ولا الاكل الشعبي؟ من ده على ده، يعني لما يكون في فلوس الواحد يعمل اكل فاخر ومكسرات بقى ولحمه وحاجات كده. ايوه. لما شويه نص نص اديها بقى كشري وعدس وبدنجان. ترجع الواقعيه طبعا. يا وده سلام. مفيش احلى من الاكل ده على فكره. يا سلام. لانه في كل العناصر الغذائيه المفيده جدا. يعني عندك الفول احنا بنتسحر بيه دايما. كيف؟ ده يقول لك ده مسمار احنا بنعز الفول برضه يعني. جدا، مش كده؟ اعزاز خرافي. فظيع أيوة. فظيع. انا بحب الفول جدا. انت بتحبي الفول؟ احب الفول واحب الطعميه، يعني لما يكون عندنا لا. تصوير. ايه، لا. ما بتحبش الطعميه؟ انا بحب الطعميه. طب اوعى تكون ما بتحبش الطعميه. لا انا يعني ده انت كوميديان يعني لازم تحب الطعميه. طعميجي. طعميجي. سندوتشات الطعميه الصبح كده الواحد قبل ما يروح الاوردر كده ينتعش كده ويفضل يشتغل كده. يا سلام يا سلام. هو احساس هو الطعام بعض مرات بدي يعني احساس بواقعيه الشيء. طبعا. يعني لما تخش حي شعبي مصري فيه رائحه مصر. ايوه. لابد من الفول. تشم ريحه التقليه، تشم ريحه الزيت بتاع الفول، تشم ريحه الكشري. الحاجات الجميله دي طبعا بتفتح النفس. وعربيات الفول عندنا احنا في مصر رهيبه جدا. جيب لك البصل بقى وتروح كسر البصلايه كده. ونايم بعديها على طول. كسرت بصلايه كتير. بصلايه؟ والله انا باكل بصل كتير جدا. والله. على فكره البصل ده منقي جدا للدم. نعم. جدا. ويقولوا لك يعني ربنا يكفيكم شر الامراض. نعم. اللي عندهم مرض السكر البصلايه في اليوم بتغني عن حقنه انسولين.
ده كلام جميل. ما هو ربنا لا والله سبحانه ده وتعالى ارشاد كل طبي يعني. بص حضرتك انا اتفضل يا طبي دكتورة. هندسه كل حاجه يعني يعني اي مجال اي حاجه. شامل. طبعا لا وضع شامل. الحمد لله. انت الليله هتطبخي لنا ايه؟ بص بقى، انا قلت بقى ايه، انت الكوميديانات اللي زي بعضينا يعني نعم. بنحب الحاجات الغريبه، ايوه. والحاجات ممكن نستوردها من بلد عربي جميل احنا بنحبه. تكون غريبه الاطوار. بالظبط كده. أي نعم. بنقول لك فتة فراخ. فتة فراخ. فتة فراخ دي بقى فتة فراخ. ايوه، مش الاكل اللي مش الفراخ يعني، مش اللي بياكلها الفراخ. ايوه. اللي هي الرز على العيش دي وكده والفراخ تقعد تقرقط فيها، لا. عندنا فتة فول. فتة فول وفتة عدس. فتة عدس دي وبوش. عظيمه. بوش دي يعني ايه بقى؟ بوش ده يعني برضه فتة لكن بعصير الفول. الله الله. بيبقى النهارده لا، بقى بوش. بوش. ايوه مرحبا والله. انت عندك فتة فراخ. عندي فتة فراخ. ايوه. احنا هنبدا بنجيب ازاي؟ الفراخ طبعا، صدور الفراخ. نعم. بنسلقها في مرقه، ولازم نحط لها كنور عشان بيديها تيست حلو كده. نعم. ولو في حبهان مستكه، فلفل اسود، ملح، بصل مبشور، وبتتسلق. وبعد كده بنحمرها. ايوه. هي يعني يا الأكلة دوبك دي أصلاً تتشوح. إيه؟ سوريه نحيي الشعب السوري. طبعا، وقلوبنا معاهم بصراحه. نعم. اتفضلي. كده قطعناها بقى يعني. ايوه. تقريبا مش حتت صغيره قوي ولا كبيره قوي، يعني حتت تكاد تكون كده متوسطه يعني. انا حبيت اتفزلك اصلي قبل انت التسجيل. بتحبي الاكل اصلا؟ انا بحب الاكل جدا. نعم. بحب بتاكلي بنهم ولا بلا؟ لا نهم ولا لا؟ لا لا طبعا، مين ما بيحبش الاكل؟ ايوه. ده يعني شعور بيبقى تاني خالص. والسلطات يا سلام يا سلام يعني. والمخللات يا سلام. والشطه بقى، يا مش سلام. عايزه اقول لك. ان شاء الله كده باذن الله هنحط ايه، فراخ كده. بحب الكشري برضه. يا سلام يا سلام، والله هو الكشري جميل. كشريات الخيام. هو الكشري صراحه جميل، بس لا، جميل. يعني صعب وأكلة في شعبية رمضان. مصرية حقيقية. جدا جدا. نعم. وبعدين ده عيش شامي ايوه. متحمر في عيش زيت. متحمر. ايوه. في الزيت. حطيت بقى ايه، شويه عيش من المحمص ايوه. كده. يا سلام. يلا نحطه كله بقى نعم. عشان ما حدش يقرقض اللي هيفضل. بسيطة العيش. وعناصر واضحة. جدا. امم. اوكي. تاني. عندنا المرقه اللي هي قلنا هنحط فيها كنور ايوه. وبصل مفروم ايوه. وملح وفلفل، وبنسقي كل ده. أيوة. طبعا هو كده العيش مع الفراخ ايوه. هيتبلوا مع بعضيهم. وطبعا انا حاطه ايه، أيوة. كمان شويه خل بعد ما المرقه نزلت من على النار، نعم. عشان تديله تيست لطيف كده حلو. لا دي كده تاني ايه؟ اهو يا سيدي رز. رز لا، دي معمول عادي. دسمة جدا. او لو في رز بايت عندنا من اليوم اللي قبليه ايوه. افضل. ممكن لا مش افضل، بس ممكن نستعمله، حرام ما نرميهوش جميل. يعني. جميل. ادي حطينا الرز اهو. ايوه. اوكي. والاكله دي على فكره خفيفه جدا في رمضان سريعة. وسريعه. ست البيت تعملها لو كانت بتشتغل او أيوة. ما كانش عندها وقت بتعمل حاجه تانية مثلا. ايوه. وفي نفس الوقت مغذيه جدا. اها. ده لبن اللي هو زبادي. زبادي محطوط عليه طحينه، ايوه. خد بالك، وشويه ملح. يا طحينه. انا طحينه؟ لا انا يا- مش طحينه، امال لا. انت تبقى ايه؟ لا. ما انا طحينه انت طحين تبقى. شويه. فين يا طحينه؟ ذكرت فين يا سكينه؟ ايوه ايوه. ادي اهو. ممكن الاطفال يحبوها لانهم اصل الاطفال ما يحبوش بقى ايه، سهله. بالظبط. هي تحب سهلة في المطبخ. تغرف لهم حاجه وتعمل لهم مش عارفه ايه. أيوة. يحبوش الاكل الكتير يعني. حط في طبق واحد كل وتتعمل جنبيها سلطه خضراء ممكن. او بعدين بقى ايه، ايه ده؟ ده لوز محمر. ده كلام يا جميل. لوز انت يا لوز. ادي اللوز اهو. باللوز. ايوه. فته باللوز. ما هي دي بقى في اوائل الشهر تتعمل لما يكون احنا الواحد معاه هنشيل نفس فلوس. التغنيه دي نعملها في الفول، في فته الفول. ولا يهمك يا عم، شويه كاجو. واصل. ورانا ايه؟ دي بقى يعني طبق منها. ايوه. انسى. نعم. بتحبي البط؟ بص انا مش اكيله بط قوي. أيوة. يعني مش غاوياه قوي يعني من بصراحه. وضعه في المائده وضع يعني. البط ده عند ناس معينين بيبقى يقول لك يا سلام، النهارده بقى هنعمل بط بقى ورقاق.
بط ورقاق وملوخيه. عشان تسقي بقى الرقاق بالمرقه بتاعت البط، ايوه. وتعمل الملوخيه برضو بالمرقه بتاعت البط. فتبقى انسى بقى، هتنام بعديها 6 ساعات. 6 ساعات على بطه واحده. تاني مش ايه؟ هتتقلب. أيوة. خلاص كده. أيوة. طبق بقى جاهز اهو. ايوه. هنحطه بقى فين؟ في الفرن حضرتك. ايوه. اهو. اتفضلي. اتفضل معايا. حاضر. نمشي على الفرن. ايوه، ممكن تفتح لي حضرتك الفرن؟ حاضر. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مش هياخد وقت كتير، يعني هياخد له بتاع مثلا ان شاء الله كده ربع ساعه. نتونس شويه. ايوه، حبة بعدين يعني على بال ما تخلص الأكل. تخلص. ايه المسرحيه اللي لسه معاك؟ بالو. بالو. بمناسبه ما احنا جبنا سيره بالو دي، ايوه. احيي المخرج الاستاذ سعيد حامد عشان هو اللي عمل لنا البرومو بتاع أيوة. المسرحيه. يا سلام. احنا كنا بنعمل المسرح، يعني الاستاذ عصام امام المنتج عمل المسرح في اخر مدينه نصر. ايوه. كل اللي كانوا يجوا لنا في البروفات ايوه. من زمايلنا يقولوا يا جدع ده احنا طلعنا السويس وبعدين رجعنا تاني وبتاع ايوه. يقعدوا بقى عملوا لنا حاله اكتئاب. ايوه. فبامانه استاذ سعيد عمل لنا برومو. الاول بيشرح المسرح فين الموقع بتاع المسرح بالظبط بطريقه لطيفه جدا. وبعدين ايه اللي على المسرح، وبعدين افيهات، بس بحيث انك انت لما تدخل المسرحيه الافيهات دي ما تتحرقش. أيوه. بالنسبه للمتفرج اللي جاي. نعم. يعني عمل لنا توليفه كده بصراحه. برومو عبقري. انا بقول انه عبقري وانا بحييه بالمناسبه دي. نحييه والله، نحييه جدا. قعدنا 23 يوم في الاول الناس ما بتجيش، يعني ما فيش اقبال قوي. بعد ال 21 يوم او ال 23 يوم دول ما عدوا ابتدت الناس تيجي على الشباك. والمسرحيه فتحت جدا. الناس بقت ترجع. أيوة. يعني كنا ايام انا فاكره ان احنا كنا في شتاء. أيوة. والناس واقفه بالشماسي على شباك التذاكر. أيوة. والمطر نازل. يا سلام. خرجنا بقى بعد أيوة. الموضوع ده بنبص ما لقيناش ولا اي كوبايه شاي حتى. قلت له بالنسبه يا عصام ايه؟ قال لا انا كنت بس برفع روحكم المعنويه. شوف ذكاء المنتج. نعم. ان هو ما يخليكش كممثل معناه الاكل اللي بيصنع الاستقرار. طبعا الاكل الجميل. لا ومحتفل بينا. أيوة. يعني محتفل ليه؟ عشان يخلينا تاني يوم نيجي نشتغل يبقى عندنا دم. نعم. يعني اطعم الفم تستحي العين. الدم. بس وكانت لا مسرحيه هو طبعا ما في أنساها. شك. الدور اللي كنت شغاله ايه في المسرحيه دي؟ هم كانوا كلهم بيشتغلوا في سيرك. في سيرك. ايوه. ودورك ايه كان؟ انا كنت الرقاصه حضرتك بتاعت السيرك. بس ما كانتش وانا بترقص كنت يعني. حاجه يعني وانت بتعرفي ترقصي؟ انا بعرف. انا بعرف ارقص طبعا. هترقصي بس ما كانش رقص تعبيري، يعني مش أيوة رقص نعم. بلدي. أيوة. اشبه بالباليه كده نسيت. باليه ليه؟ لا مش للدرجه دي. ايوه تعبيري. لا تعبيري تعبيطي. تعبيطي يعني رقص تعبيطي. بالظبط كده. وطبعا يعني ما ننساش طبعا. أيوة. الله يرحمه ويحسن اليه الاستاذ حسن الاسمر. يا سلام. كان من نجوم العرض الكبار. انا انت عاصرتي ابراهيم سحفان؟ لا للاسف. انا احبه. شفته جدا. الراجل ده مضحك جدا جدا. يعني لما اشوف افلام اولا انا من محبي الافلام القديمه الابيض نعم. والاسود. أيوة. يعني لما اكون قاعده كده في البيت اقلب تلفزيون لا فيلم ابيض واسود. أيوة. اخليه اتفرج أيوة. عليه. أيوة. بنتعلم منهم حاجات كتير. الكوميديا كفن يعني هي جاريه في دمك ما في شك. بس اول الادوار الكوميديه ايه؟ لا انا ما ابتديتش كوميدي على فكره. تراجيدي؟ انا ابتديت مع المسرح القومي. نعم. وعملت روايه توفيق الحكيم الطعام لكل فم. وكنت همشي في الطريق ده. ايوه. لولا ان انا داخله مره التلفزيون قابلت نعم. ثلاثي اضواء المسرح. ايوه. احمد الضيف الله يرحمه، وسمير جورج ربنا سيتهم. يديله الصحه، وجورج ربنا يديله الصحه. ايه يا بنتي انت ايه الحاجات اللي انت بتعمليها؟ تعالي معانا. ايوه. فكانوا بيعملوا اياميها الفوازير. اخراج محمد سالم. أيوة. الله يرحمه. فقلت لهم دخلت بقى معاهم في الفوازير. خدوني بعد كده في فرقه ثلاثي اضواء المسرح ومنها تتذكري اي شغل من ثلاثي اضواء المسرح؟ في روايه عفريت مراتي. ايوه.
بتقول ايه؟ عفريت مراتي ده كان واحد مأمن على نفسه اللي هو سمير غانم وانا متجوزاه. ايوه. وبعدين اتجوزت واحد تاني فهو بيطلع لي بعد ما مات. طبعا الجواز كتير في الافلام يعني. جدا وفي جداً. المسرحيات. نعم. ما هو اصله ببلاش. جواز الفن ببلاش. بس لا من المسرحيات متذكرة أنا لأنه كان ثلاثي أضواء المسرح كانوا بيعملوا مونولوجات. أيوة. بيعملوا سكتشات يعني لطيفة. سكتشات كثيرة جدا ولطيفة يعني. جدا. ما متذكرة حاجة منها؟ والله لا، لان انا سميعه. سميعة بس. سميعه يعني احب المغنى الجميل والطرب الجميل أيوة. والاصوات الجميله. حب عبد الحليم. يا سلام. يا سلام. زي الهوى. كنت بحب عبد الحليم. انتهت فكرة. واو. خلاص حقك عليا. عبد الحليم كلنا اتربينا عليه. يا سلام. كلنا هو اللي علمنا الحب على فكره. يا سلام. بتحب السي فود؟ طبعا. السي فود طبعا. كابوريا؟ الله اكبر. تحب الكابوريا؟ كابوريا بحبها قوي. بحبها جدا. انت ما رحتش امريكا؟ رجل الكابوريا قد كده. والله. اكس لارج. اكس لارج. كابوريا. حطوا لك بافيتا كده وانت بتاكل لان بتطرطش على نفسك. بس السي فود هناك رهيب. شيء عظيم. رهيب. نحن ممكن بمناسبة السي فود والكابوريا ننتظر شوية هنا لغاية ما الفرن يجهز. هتجيب لي حاجة اشربها وكده؟ والله ما هتجيب لي حاجة خالص. انا عارفة القعدة معاك. القعدة معاك بخسارة. كنور من سنين، كنور المرقة الأولى في كل العالم معروفة، في سودان الليلة مطلوبة أشهى مرقة كنور. تاريخك أطعم أشهى، أبدعي واتفنني بيها، كنور المرقة الأصلية أشهى مرقة كنور. كنور المرقة الأولى في العالم الآن في السودان. تحية لكم يا أحلى مشاهدين الليلة، إن شاء الله تكونوا طيبين وكويسين ورمضان مبارك عليكم وأهلا وسهلا فيكم وكل الناس الزينين والطيبين والمشاهدين الحلوين قاعدين في بيوتهم ومسنترين مع أكلاتنا الحلوة مع شورباتنا اللذيذة مع دلعنا. حنخليكم ندعبوا الثلاجة كده في رمضان، ورمضان كريم علينا وعليكم يا حلوين. الشيف محمد صديقي وحبيبي وزميلي، اخبارك ايه يا ابو حميد الليله؟ 100 دي اكله جميله جدا. شايف عندك دي شنو؟ فاصوليا. فاصوليا خضراء. فاصوليا خضراء. تعملوها كيف؟ بصل، فاصوليا، اي نوع من اللحمه، شويه من الكريمه. اديها لازم معاك كده عشان الدول الخليجيه العربيه اسمها. قول لي واحده واحده. زبده او زيت. بصل. شويه من الصلصه. بعد ذاك ممكن تضيف لها جزر. عليك الله. شويه الفاصوليا. دايرين شنو؟ شويه من الصلصه. شويه من الصلصه. بس دايما ناقصه ايه؟ حبيبتنا حبيناها من قلوبنا واخترناها، الحلوه دي الحنينه السكره اللذيذه الجميله اللي هي شو؟ كنور. كنور نمبر 1 ان انجلش، بالانجليزي وبالعربي رقم 1 يا سودانيسكو. والحين ان خرطوم ان السودان. تعالوا اتدلعوا فيها يا سودانيين يا طيبين. هذه ما شاء الله عليها كنور دي بتشعلل الاكل، بتدلع الاكل، بتخلي طعمه لذيذ وذوق يم. اهو شايفين المربع ولا المكعب ولا الكيوب اللذيذ بتاع كنور ده. حرمي كده تريك ونستنى عليه شويه. لا ده انا برواقه. برواقه. انا معي محمد ده برواقه بدلع. سامعين انا وانتو يا سودانيين؟ الليلة والليلة السايق ابيض لابسه برجيله. الليلة والليلة السايق ابيض لابسه. السايق ابيض ولا اللابسه ابيض؟ السايق ابيض يا اخي. السايق ابيض لابسه برجيله. وانتوا ان شاء الله دايما يا رب سالمين وطيبين وغانمين، ونحن معاكم دايما مستنترين ومهندسين يا سودانيين يا سودانيسكو. هوبا. مع أحلى أكلاتنا في رمضان ومرقة كنور بمكونات الطبيعية في كل بيوت السودان. طيب حتعملي لينا شنو في الفطور مع كنور؟ أعملي أحلى سمبوكسة بمكعب مرقة كنور وضيفي المرقة على التقلية.
وذوقي أجمل طعم. يا سلام على الدجاج، جربيها وما حتخليها. كنور، من الفطور للسحور. صحة وهنا. تدوق ولا ايه؟ انت مالك متردد ليه؟ لا يعني هي فتت الفراخ، ايوه. مش فراخ في 60 داهية يعني. كويس. احنا هناخد رحيم، اتفضل. ايوه احط لك شويه مكسرات كويس. يعني زياده كده. كثافة في المكسرات. ايوه، عشان لازم الواحد ياخد كده كميه من المكسرات كل يوم على فكره. يعني شويه كده. طبعا تحفه تحفه، ما تتكلمش. تحفه. محتاج لمضغ. هو انت لازم تمضغ. لازم تقول على حاجه جميله اهي. مالها؟ جميلة حلوة. ايوه حلو. ده حلوة بجد. اشتغلت في ريا وسكينة؟ تسلم ايدك يا هلول. نعم فندم. ريا وسكينة. يا سكينة. ايه. حسرة عليها يا حسرة عليها يا حسرة عليها يا حسرة عليها. كم عرض اشتغلت كتير؟ لا، رايه وسكينه احنا عملنا برنامج في هي اللي كانت شغاله ريا وسكينه، طبعا الفنانه الكبيره شاديه مع سهير البابلي طبعا، سهير البابلي. غول المسرح يا سلام العربي. نحن نحييهم يعني من البرنامج طبعا جدا. وكل سنه هم طيبين يا رب ويديهم الصحه والعافيه. من الفنانات المصريات اللي يعني قدموا طبعا كثير طبعا. ويعني انت في هذه السلسله الجميله يعني. يا رب يخليك. انا مش هشربني حاجه. في كركديه. كركديه عارفاه. أيوة. ده عادي. ايوه. قمر الدين. في قمردين برضو عادي. ابري. 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 ابري ميدي. حلو مو طيب. ايوه. هنا. ايوه. هنا بونجوليس او تمر هندي او ده بونجوليس. طب ممكن ادوق الابري؟ الابري جدا. الابري ده بالمناسبه مشروب سوداني صرف، صاموتي. صاموتي يعني ايه؟ بس يعني قوي. قوي. يعني الابري ده فيه مكونات، كل المكونات اللي ممكن تتوقعيها يعني. ايه رايك؟ ابري يعني ابري مش هزار. ايوه ده ابري مركز. طعمه ايه؟ غريب جدا بس حلو جدا. جميل قوي. اصل انا بحب دايما اجرب الحاجات اللي انا ما اكلتهاش او شربتها قبل كده. ان شاء الله كانت تكون في فرصه طيبه نضوجك الكسره. فين بقى؟ بملحويكه كده. طيب لا، الواحد يجي لكم بقى يقعد اسبوع دفعه غذاء. اي نعم. هو دفعه غذاء جامد يعني مختلف. ايوه بالظبط. تاكلي عصيده رمضانيه معانا. العصيده دي عندكم مش كده؟ في عصيده في الصعيد صح؟ في الصعيد. في الصعيد. فنان مصري بتحب تشتغلي جنبه دايما؟ كوميديان. حسن حسني. يا سلام. بحبه جدا. ولطفي لبيب. يا سلام. شيء جميل جدا يعني. انا لطفي لبيب حتى لما تكون في حاجه ثقافيه او سياسيه انا مش فاهماها بروح رافعه سماعه التليفون ومكلمه لطفي لبيب. يا سلام. اقول له لطفي اشرح لي بقى، لانه هو اولا هو بينزل كده حاجه اسمها مهيصه في مجله في مجله الوطن. المساله مهيصه. والله. بينزل حاجه كده في جريده الوطن اللي عندنا. وبعدين لو تقعد تناقشه في اي موضوع يناقشك، وقاري كويس جدا ومثقف جدا وله حاجات بيألفها. طبعا ضروري جدا انه يكون الفنان صاحب ثقافه. طبعا. هو طبعا الثقافه بتجذب الموهبه. اكيد. بتخلي الموهبه تمشي في سكه. وانا عايزه اقول حاجه بالمناسبه كمان، انه لو انا في حاجه انا مش فاهماها ممكن اسالك، ممكن اسال اي حد زميل عندنا. بالتاكيد. انا ما بستعيبش ان انا في حاجه مش فاهماها وعايزه افهمها فاسال فيها. ده مهم جدا على فكره، لان في ناس تقول لك ايه، لا انا عارف وهو مش عارف حاجه خالص. هو ده مقلق. ايوه. المفروض ان انا لو في حاجه فعلا مش فاهماها اسال فيها. ده هيفيدني مش هيضرني يعني. بالتاكيد وبيزيد القدرات يعني. طبعا. في اثناء المسرح في ورا الكواليس قاعد تحشي سندوتشات كتير. تحب السندوتشات ورا الكواليس؟
احب السندوتشات ده. احنا مره الله يرحمه يحسن اللي حسن الاسمر ايوه كان عنده شغل الصبح وتصوير وبتاع مش عارفه ايه، ف المدام بتاعته بعتت له اكل، قال له اعمل لي حساب طبعا ان في حد هياكل معايا. ايوه فلقينا في حلل داخله، ايوه. حلل بقى ايه، محشي كرنب يا سلام وملوخيه يا سلام وفراخ محمره يا سلام. ورز ومخلل. لا اه والله. خلاص. اه فطبعا قلنا له ايه يا حسن، كلنا طبعا احنا بنروح المسرح مش واكلين، ايوه. بعد ما نخلص بناكل. مم. ما قدرناش نقاوم الريحه الفظيعه، ومش عارفه المحشي الكرنب حط عليه ايه، أيوة. وعامله حاجه جميله جدا. رهيبه. فدخلنا فتحنا الحلل وقعدنا في الارض في الاوضه عنده، ايوه دربكش 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 وملوخيه وتخر علينا وحاجات كده غريبه. ايوه. دخل علينا مين؟ كنا احنا مسميينه الاستاذ عصام امام هولاكو. هولاكو. هولاكو يعني امشي في الكواليس كده لما الاقيه جاي داخل اي اوضه، أيوة. أقول له وكان هولاكو رجلا شريرا، فالبيبان كلها تتقفل واللي بيعمل حاجه ما يعملهاش وحاجات كده، واللي بيهزر ما يهزرش. هو كان عنده ديسيبلين، كان امبراطور في لا عنده ديسيبلين، وهو أيوة. صح عنده حق. أيوة. لان احنا مجموعه مع بعض كلنا اصحاب، ايوه ولو سابوا لنا الحبل يعني زي ما بيقولوا كده ايوه على المسألة الغالب هتبوظ، هنبوظ الدنيا أيوة. يعني. تبقى في فوضى خلاقه. بالظبط. اي نعم. فدخل علينا، انا فاكره كويس جدا زي ما يكون حصل دلوقتي. ايوه. حط ايديه ورا ظهره كده، قال محشي وكرنب. طبعا انت حضرتك عارف الكرنب نعم بالنسبه فيه غازات سامه يعني وكده. نعم. كرنب لما واحد ياكل كرنب يعني واكله بس- كرنب وهبهدلك. ايوه نعم. اه بس فقال كرنب، تاكلوا كرنب، طب ذنب اللي قاعدين في الصف الاولاني ايه؟ ده كرم منكم. كرنب